واحدة من أهم العربيات الكهرباء في مصر اللي نزلت مؤخرا، وكيل رسمي وكمان الناس بتجيبها استيراد من بره. العربية دي عربية مهمة جدا، ويمكن واحدة من أهم العربيات الكهرباء في العالم اللي قلبت الموازين بتصميم شوتنج بريك ونسخة اف ار بأداء خارق، ودخلت موسوعة جينيس بأعلى دريفت في العالم. والعربية المهمة جدا الرياضية اللي تحسها بورشه باناميرا العربيات الكهرباء. في تجربة طويلة معانا، وايه عيوبها وايه مميزاتها. زيكر 001 العربية دي كانت جات لي مرة، قعدت معايا 6 أيام وجيت أصور. للأسف كان وفد جاي من الصين، فالتوكيل استأذنوني إن هم ياخدوها، لكن مشكورين رجعوها لي تاني وقعدت معايا تاني 6 أيام تانيين. يعني أنا النهاردة اليوم السادس للمرة التانية. ال 001 عربية من العربيات الكهرباء الجميلة جدا، اللي تقدر تقول إن مفيش حد هيشوف العربية دي وهيكرهها. صعب قوي قوي إن اتنين يختلفوا على شكل العربية دي. التصميم الشوتنج بريك بتاع الاساطير زمان، واللي يمكن لما يرجع مع عربيه كهرباء زي دي، كان في اساطير طبعا شوتنج بريك منهم فيراري وبي ام دبليو والكلام ده، ولكن لما يرجع مع عربيه كهرباء زي دي شوتنج بريك، تصميم الحلو الجميل الغريب الغير مألوف ده، انت هتتبسط. ومن بعيد لاول وهله كده انت هتحس انك بتتفرج على بورشه باناميرا. مش هيختلف ناس كتير على التوصيف ده، لان ناس كتير بيفتكروها بورشه فعلا. فالعربية دي هي أنا بعتبرها بورشة الكهرباء، ويمكن بعض مصممين بورشة ليهم إيد في العربية دي ومتداخلين فيها، واستعانت بيهم زيكر البراند اللي من مجموعة جيلي، واللي مستحوذ على سوق السيارات الكهربائية، مستحوذ على حجم كبير منه في أوروبا، ويمكن متواجد ومراكز أبحاث وتطويره موجودة في أوروبا. التحالف اللي انت عارفه لما جيلي اشترت فولفو، ثم انبثق عنها علامات محترمة زي زيكر ولينكن كو، وشفنا حاجات فواخر. وعايز اقول لك ان زيكر تمتلك حاليا 51% من اسهم لينكن كو. زيكر استحوذت كمان على لينكن كو، الاخت الشقيقه اللي عندها عربيات هايبريد وبلاجن هايبريد، ومؤخرا بقت تعمل عربيات كهرباء زي زيكر، والشهيره برضو في اوروبا واللي موجوده في اوروبا. فدي نبذه كده كبيره عن زيكر. وايه زيكر دي؟ زيكر دي هي سيارات صينيه كهربائيه، ولكن بنكهه اوروبيه تماما، ويمكن راح تخاطب السوق الاوروبي اكتر، ولها نجاح كبير جدا. واخر مره لما كنت في الصين بجرب عربيات هناك، زيكر لها تواجد تقيل على الارض في الصين، مش متواجده في اوروبا بس، لا، من العربيات ذات الموثوقيه والكريدابيلتي في الصين. يمكن انا كنت في مقاطعه مش كبيره قوي ولقيت انتشار زيكر محترم، فما بالك بقى بالبكين وشنغهاي و هتلاقي زيكر يعني مستحوذه. فدي نبذه عن زيكر. طيب العربيه اللي معانا دي هي 001 الجميله، الشوتنج بريك زي ما بقول لك، ذات التصميم المحترم الجميل ده، اللي بتقدم كل حاجه انت ممكن تتخيلها. كل حاجه يعني ايه؟ يعني الاداء، يعني المساحات، يعني الباكج الحلوه المحترمه مع خامات حلوه قوي. فبنتكلم عن عربيه النسخه اللي معايا دي الاول ويل درايف، الفلاج شيب بتاعتهم 544 حصان بالظبط و680 نيوتن متر عزم، عشان تتصارع الكبيره المكيره دي في 3.8 ثانيه. موتورين، واحد على محور العجلات الامامي وواحد على محور العجلات الخلفي، وحجم ضخم جدا للمواتير الكهرباء 400 كيلو وات، وده رقم كبير جدا 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 في عالم المواتير الكهربائيه. رقم يمكن عربيات اكزوتيك مثلا ب 15 مليون جنيه ما بتوصلوش حقيقه يعني. فالعربيه دي عايز اقول لك ان قدراتها خارقه. نسخه الاف ار طبعا اللي بتتخطى ال 1200 حصان موجوده بره، ويعني قصه كبيره قوي يعني. واحده من عربيات قلائل سريعه جدا، 1.9 ثانيه من 0 ل 100، وواخده في موسوعه جينيس اكبر دريفت في العالم. يعني العربيه عملت دريفت مش طبيعي يعني. تقدروا تشوفوا الكلام ده على اليوتيوب ومسجل، وواخده رقم وريكورد في موسوعه جينيس النسخه الاف ار من العربيه دي. كاستابيليتي وثبات، عربيه قدرت تاخد تراك كبير جدا دريفت، وقدرت تتخطى امتار وكيلوهات في واللي كان سايقها قدر يدريفت بيها المسافه دي كلها، ودخل موسوعه جينيس علشان العربيه دي تثبت لك فعلا مستوى الثبات فيها عامل ازاي ومستوى التماسك.
فالعربيه دي ديناميكيتها ومعامل السحب بتاع الهواء كمان اللي مساعد في انها توصل للرقم ده 0.23. ده رقم رائع. يعني 0.23 سي دي ده رقم رائع في معاملات الانسيابيه ومعاملات مقاومه الهواء. يوصف لك العربيه دي التصميم ده عامل ازاي يعني، وازاي العربيه دي قادره تقاوم الهواء مع القوه الهائله دي. فانت هتلاقي تحت رجلك اول ما تدوس الدوسه انت هتتخطف. يعني ما العربيات الكهرباء يا جماعه عايز اقول لك ان فيها متعه انك لما بتدوس الدوسه. العربيات البنزين انت قادر تتوقع عند RPM معين هتاخد قدره العزم والتورك، وعند الRPM العالي منتظر بقى القدره الحصانيه انها تشدك وتاخدك وتديك المتعه، حتى العربيات الاكزوتيك. لكن انت هنا مش متوقع، انت هنا في خطفه رهيبه، لان الاشاره الكهربائيه اللي بتنزل على محاور العجلات سريعه لدرجه اداء كهربائي، اداء الكتريكال بدل ميكانيكال. فاداء انت بتحس مش ممكن. انت الدوسه فعلا بتخطفك. يعني وجع البطن بقى في العربيات الاكزوتيك، في وجع القلب، هنا في وجع البطن حرفيا، وبتتشد في الكرسي ورا بطريقه غريبه، وتحس انك انت بتنتقل انتقال آني من مكان لمكان. يعني انا هروح من النقطه دي للنقطه دي في 3 ثواني و8 انا مش حاسس باي حاجه. يعني مفيش الاحساس الميكانيكي، مفيش خناقه مواتير وسيور واحتراق يعني انت مش منتظر اي حاجه. فانت بتتكل على الله، انا رايح في 3 ثواني و8 بتتسحب. فالاحساس ممتع جدا مع العربيه دي. طيب العربيه دي بتيجي بنسختين، النسخه الرير ويل درايف، النسخه بالموتور الخلفي ال 200 كيلو وات اللي بتخرج 200 حاجه و70 هورس باور، مش قليله خالص، ارقامها برضو كويسه جدا جدا، وتسارع من 0 ل 100 في 7.2 ثانيه. النسخه الاعتياديه بقى ودي لونج رينج. ولكن تتفق العربيات دي كلها الاول ويل درايف وفير ويل درايف في حجم البطاريه 100 كيلو وات، بطاريه كبيره جدا اللي في العربيات دي عشان تديها مدى حقيقي WLTP مدى اوروبي. وهوصف لك الكلام ده دلوقتي وهتفهمه كويس قوي بصفتي راجل امتلكت عربيات كهرباء كتير قبل كده، منهم CLTC مدى صيني كان بيتقال يعني على نسخ صينيه انا امتلكتها، WLTP نسخ اكيوريت رينج اوروبيه. فهشرح لك الفرق. فالمدى WLTP ده هو المدى الادق، لان الصينيين دايما بيقيسوا المدى. CLTC هتلاقيه بيقيس المدى على الترافيك عندهم. الصين لو انت رحتها زحمه جدا ومفيش فرصه انك تجري او تحرق او تدوس او الكلام ده، فالترافيك عندهم. فالمدى CLTC مش بيضحك عليك ولا حاجه، لكن قدرات البطاريات عندهم قادره انها تدي الماكسيمم رينج عندها، لان دايما المشي هادي شويتين. لكن ال WLTP في اوروبا بيقيسوا على كل العوامل، وعندهم طرق مفتوحه واوتوبان والكلام ده وطرق سريعه، فقادرين يجروا بالعربيات ويجربوا العربيات في كل الظروف. واختبارات المدى الاوروبي اكثر قسوه يعني، فتقدر تديك مدى قريب جدا للحقيقي واكيوريت رينج اللي انت تتوقع تاخده فعلا. فالعربيات دي بتمشي الرير ويل درايف بتقدر تمشي 620 كيلو، وده رقم كبير جدا على عربيات بمواتير زي دي وبالاحجام دي مش صغيره. العربيه ضخمه جدا ومساحتها واسعه. كمان العربيه الاول ويل درايف بالقدره الهائله والمهوله دي بتقدر تمشي 570 كيلو بالبطاريه ال 100 كيلو وات. فده رقم ممتاز 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 انك تاخد قدرات زي دي. طيب من تجربتي انا العربيه دي فعلا ادتني 550 كيلو في اسوأ الظروف، ومع ضغط عليها ومع جري ومع تجارب ومع مشاوير طويله واستخدام يومي على مدار المرتين. انا حسبت بالظبط 550 كيلو، واحيانا قدرت اتخطى ال 570 كيلو المدى الاكيوريت WLTP بسواقه هاديه ومعتدله. خلاص انا مش عايز اجري، او الظروف مش سامحالي، او بنزل في اوقات زحمه وبمشي زي الناس، يعني بقف في اشارات وبقف في زحمه وبطلع كباري والكلام ده رايح مشاوير ومفيش فرصه للجري خالص. فقدرت تديني الكلام ده. لكن 550 كيلو مع استخدام التكييف ومع جري ومع تسارع ده رقم ممتاز جدا اللي هو مش هتاخد تحته. انا بقول لك اهو، الا لو انت بقى يعني راجل ماشي على 200 كيلو 24 ساعه على اقصى سرعه على العربيه دي تقدر تجيبها. فالموضوع زي ما بقول لك كده، الاكيوريت رينج بتاع العربيه دي هيديك 550 كيلو النسخه الاول ويل درايف. النسخه في ويل درايف انا ما جربتهاش، لكن بتدي مدى اكبر طبعا لان قدرات الموتور ابسط، فاستهلاك البطاريه ال 100 كيلو وات مش هيبقى قاسي قوي في القصه دي.
طيب العربيه دي بتقدم ايه بقى؟ بتقدم كل مستويات الرفاهيه، اسعار الثلاث فئات هيظهروا قدامك، وبتفرق. حتى النسخه الاولى الرير ويل درايف بتيجي بجانت 21، وده جانت كبير وضخم جدا، بتيجي شويه دلع الطبيعي العادي، وبتيجي بالكاميرات 360 ومجموعه الاداس الكامله، طبعا الزيكر ادفانسد درايفر اسيستنت سيستم، وبتيجي بكل حاجه، كل انظمه مساعده السلامه والامان ما بيتنازلوش فيها. وبعد كده يتدرج الموضوع، تقدر تاخد القدره الخارقه دي عند 2900 وحاجه، اقل من 3 مليون، ال 544 حصان وال 680 نيوتن متر عزم عند اقل من 3 مليون. تيجي النسخه الثانيه اللي بتيجي بجنط 22 مختلف لكن اوبشنال، تقدر تستخدم نفس نقشه الجنط الحلوه دي الجميل البريميوم بتاع النسخه البريميوم اللي معانا دي. وكمان بتيجي بسماعات ياماها ساوند سيستم ياماها اقل من ده، لكن ده 11 سماعه وسب ووفر، ويعني ساوند سيستم عالمي الياماها هنا طبعا. والدلع اللي بكلمك عليه ده فيه شويه حاجات زي داهم كده الاول ويل درايف، لكن هتلاقي طبعا هنا في النسخه الاعلى المساج، التبريد والتسخين، التكييف التريبل زون اللي تقدر تتحكم فيه بشاشه من ورا، وتقدر تتحكم في الميديا كمان. مساحات مهوله في العربيه، حرفيا انت مش ناقصك حاجه، حرفيا يعني العربيه دي انت مش ناقصك فيها حاجه، كل حاجه موجوده. لكن هقول لك ايه العيوب دلوقتي، وهقول لك ايه اللي كنت اتمنى انه يبقى موجود. العربيه دي مساحتها حلوه قوي، الويل بيز بتاعتها محترمه قوي، كمان الشنطه بتاعتها 539 لتر، وده رقم كبير، ده رقم مش قليل خالص. ولما بتقفل الشنطه في 3 فئات هي ثابته، يعني لما بتقفل قصدي الكنبه اللي ورا بتاخد 2144 لتر. الرقم ده انت بتاخده من عربيات 7 سيتس لما تقفل الصفين الاخير والكنبه كمان. فانت هنا كانك معاك عربيه 7 سيتس، لو قفلت الكنبه مستعد تشيل غساله وثلاجه يعني. فمساحات التخزين كويسه قوي، العربيه فيها رياضيه وما فقدتش مساحات الارجل وانت قاعد ورا، ولا الهيد روم، ولا مساحات الراس والكلام ده، طول ومساحات الرجل ممتازه، وكمان مستوى التخزين ممتاز جدا في العربيه دي. طيب ايه يعيب العربيات دي؟ يعيبها ان للاسف النسخه الاوروبيه اللي معانا، وبقول للاسف، مش كونكتد على الابلكيشن، على ابلكيشن الموبايل حتى الان، ففاقده كتير من المزايا، الدلع قوي، فاقده حاجات كتير جدا من الخواص، زي الابديت مثلا الاوفر اير، او ان يجي لك ابديت هوائي، او انك تقدر تعمل ابديت للسيستم والسوفت وير، لان العربيات دي للاسف بتشتغل بسيستم الاي سيم، فلازم يكون في اكونت، ولازم يكون مسموح بده هنا، وللاسف امنيا ده مش مسموح بيه هنا. فانت لا قادر تشغل الابلكيشن وتتحكم في العربيه عن بعد، وتركن وتفتح وتدور وتروح وتيجي، ولا قادر تعمل اكونت على الابلكيشن، ولا قادر حتى. للاسف النسخ الاوروبيه بيمنعوا الحركه اللي موجوده في الريموت، ان العربيه تطلع قدام وترجع ورا، واوتو بارك من الريموت بتاع العربيه. وده للاسف يعني ميزه انت هتفقدها في ذكاء العربيات الكهربائيه دي. بعض المنافسين قادرين يعملوا ده بس بشكل بدائي عن طريق البلوتوث، لازم تكون واقف جنب العربيه لا تفقد 10 امتار بعيد عن العربيه. لكن العربيه دي اكثر تطورا في انها قادره تاخد اي سيم، وقادره تدي الاوردرات دي من بعيد وتدلعك وتعمل ابديت هوائي وتعمل كل حاجه، ولكن للاسف ده مش شغال هنا حتى الان. نتمنى من الشركه انها تحل ده، فده هيحسسك باحباط شويه ان معاك عربيه في منتهى الذكاء ولكنك تفقد ميزه كبيره جدا جدا جدا. دي كانت المراجعه الدقيقه لعربيه كهربائيه رائعه الاداء ورائعه الثبات، مستوى الثبات والاستابيليتي والعزل والخامات في العربيه دي في حته تانية، كميه الكانتارا رهيبه وسوفت تاتش رهيب. ودي كانت المراجعه السريعه لاكتر عربيه رياضيه جميله مع اير سسبنشن كمان في الجرانت ال 22، والعفشه الرهيبه دي تقدر تعلي وتوطي براحتك، واير سسبنشن في النسخه الاخيره دي، وعربيه جايه متكامله في الباكج الرياضيه، ولكن كل حاجه ليها عيب وميزه. وزي ما قلت لك، وازن لو بتشتري عربيه كهرباء، العربيه دي بضمان الوكيل، والضمان على البطاريه 8 سنين وعلى العربيه 5 سنين. شكرا، وكان معاكم محمود خيري وتجربه الزيكر 001 الجميله.